الفريقين 4 أهداف في هذا اللقاء، يسجل إنتر بداية ثم يعود برشلونة مرة أخرى بشكل مثير ورائع وأهداف جميلة. رود أعتقد وأن الإنتر بدأ بداية جيدة جدا. تورام ساهم في تسجيل هدف جميل جدا ومهارة كروية لا تضاهى، ولكن بإمكانه القول أنه في الشوط الأول أعتقد أن دي ماركو سوف يستيقظ ويسجل، وحتى لامين يامال استيقظ بطريقة ذكية. مرعب فيلم رعب لامين يامال. شيء لا يصدق ما رأيناه في 45 دقيقة. مهارات كروية خاصة من لامين يامال، شاب في سن 17 يفزع الجميع. هدف جميل، لقد استمتعنا بكل ثانية، وكل من يعشق كرة القدم سيحب ال 45 دقيقة الأولى. ما رأيناه مع ميسي نعيد رؤيته الآن. شيء خرافي، نضج كروي، انضباط تكتيكي. أنا أتوق لرؤية الشوط الثاني، إذن لنرى ما الذي سيحدث في الشوط الثاني. ليس خطأ دي ماركو، ولكن هو متفوق عليه في الثنائيات. شيء رائع. وضع الكرة بهذه الطريقة، الفريق متأخر، تسجل في مرمى برشلونة هدفين، ينم عن شخصية كبيرة لهذا اللاعب كابتن طارق. صحيح، والقوة عند الفريق منهزمة 2-0 كأنه، ومن هنا قوة البارسا أن الهدفين ما أثروش، ما خرجوش البارسا. شاهدناهم معناتها ناس يلعبوا في الكرة منهزمين 2-0، ما أثرش على لعب البارسا. شاهدنا الفريق يستحوذ، شاهدنا لامان. أنا مسكين اللاعب دي ماركو بصراحة، إذا ما يخرجش باش يمشي مستشفى المجانين الشوط والله لما يهزوا، لأن اللي عملوا لامين يامال ما عملوا حتى مدافع اليوم. يعني دي ماركو مسكين، أنا أعتقد أنا بين الشوطين أنا بحكي مع انزاك يقول له خرجني ولا اليوم وانقذني وانقذ الموسم، لأن دي ماركو اليوم دي ماركو من المدافعين الجيدين، مدافعين الجيدين. اليوم لامين يامال اللي عمله اليوم لاعب 17 سنة يعني غريب على كرة القدم. شاهدنا متعة، استمتعنا بالمباراة. الفريق الإيطالي الانتر هذا هو طريقة أنه يلعب المرتدات، يستغل هفوات، لكن البارسا أمام فريق يلعب 10 مدافعين خلق 6 أو 7 فرص، ويتوضح لنا قيمة البارسا رغم أنه متأخر. مش أول مباراة البارسا يتأخر ويرجع في مباراة. برافو للإنتر، وخصوصا برافو للبارسا، وبرافو لامين يامال اللي أمتعنا اللاعب هذايا بإمكانياته الفردية. وإمكانياته. الهدف الثاني يدرس اللي سجله البارسا، يعني عملية ثلاثية. هدف فيران توريس بين 3 و4 و5 مدافعين، ويتوضح لنا قيمة البارسا من الناحية الهجومية. لكن حذاري ما زالت ما انتهتش المباراة، والشوط الثاني ممكن اللياقة البدنية تلعب دور كبير، لأن الاثنين فرق لعبوا كثير ومراهقين. من سيفوز المباراة؟ أعتقد أن البارسا عنده إمكانيات بالخروج بالفوز اليوم. 4 أهداف في الشوط الأول دكتور. طبعا عدد يعني كبير. طبعا عدد كبير. بداية ممتازة ومثالية للإنتر لإنزاغي، كيفية التمركز في الهدف الأول لتورام، طلب الكرة في القائم الأول، تسجيل الهدف كان ممتاز بالنسبة لتورام. بداية كانت ممتازة لفريق الإنتر، هدف كان مميز للإنتر في تسجيل هدف عن طريق تورام في الدقائق الأولى. بعد ذلك الكرة الثابتة، والكرة الثابتة مهمة جدا في عالم كرة القدم الحديث. دائما يحتاج المدربين إلى أن تكون هي من أحد أسلحة التسجيل، استطاع أن يسجل. لكن مشكلة الفريق على الجهة الإنتر، مشكلة الفريق على الجهة اليسرى اللي هو دي ماركو، باستوني، مختريان، هذا الثلاثي الدفاعي مشكلة كبيرة جدا. أخطاء في التمرير طبعا، وأخطاء في التغطية، أخطاء في التمركز، لأن القوة الموجودة في فريق برشلونة هي على الجهة اليمنى، جهة لامين. في المقابل الثلاثي الدفاعي، حتى الهدف اللي سجله لامين هدف في عمل كبير بالنسبة له هو كلاعب كمهارة. نعم. وفي مساحات موجودة، والغريب بدون رقابة. طبعا، وهذه من أهم مبادئ كرة القدم، أن القوة الموجودة في فريق المنافس يجب أن يكون هناك في نوع من الرقابة على هذا اللاعب. لكن بكل تأكيد الإنتر 10 دقائق ربع ساعة كانت ممتازة، تراجع جيد، لكن التراجع ليس هناك فيه انضباط في الجانب الدفاعي. شوف هذا الهدف، شوف المسافة ما بين الثلاثي، وهذه مشكلة الإنتر، مشكلة باستوني
دي ماركو، مختريان، هم الثلاثي في الجانب الدفاعي على جهة يامال، اللي اعتقد ان هذا اللاعب بهذا العمر بهذا الاداء يتفوق على نفسه وتفوق على المنافس وتفوق على الجميع في الشوط الاول. صعب انه يلعبوا برشلونه، تشافي، انيستا، لاعبين كبار، صعب انه يغامروا بلعبهم 17 سنه. لكن بالنسبه لي انا ميسي لو جاء مع الفريق هذا لعب عمره 12 سنه. هذا فريق لمسيه كابتن طارق. احنا كابتن طارق في هذه الصور في نقطه كابتن طارق تتكلم عن نقطه مهمه جدا. الارقام هي احنا مو بصدد مقارنه. ميسي من كوكب اخر صح، مختلف ولا يقارن. ميسي بوجهه نظري لا يقارن، لكن لاعب مثل لامين 17 سنه حال كوبارسي وكاسادو، هذه الاسماء اللي من اللمسيه، انتاج اللمسيه شيء يعني يفتخر فيه النادي. صحيح. وعنده استطاعه ان برشلونه يقف على اقدامه لسنوات ما يتعاقد مع لاعبين. صحيح. وهذا نتاج الاكاديميه الموجوده. نعم. هذا اللي نقصده. الشيء الوحيد الذي اخشاه، راينا انه يخوض الكثير من المباريات، وهذا ما حصل مع بيدري في البدايه. اصيب في الكثير من مرات، واخشى ان يصاب لامين يامال لانه يلعب كل المباريات وكل الدقائق، وايضا يجازف كثيرا وهو حاسم. هذا ما اخشاه. نيمار ايضا بدا مبكرا ووصل الى القمه، ولكن كان هشا بدنيا واصيب في الكثير من المرات. فلا بد من الحفاظ على صحه وعافيه هذا اللاعب. اتمنى الا يصاب اصابه كبيره. عليهم ان يقوموا بحمايه هذا اللاعب الشاب والصغير، ياخذ كل المباريات. لابد من احترام طاقة اللاعبين. نحن بشر، صحيح مباريات صعبة، نهائي الكوبا ديل ري، ولكن في بعض المباريات لابد من إراحته والحفاظ على عافيته البدنية. من ضمن النقاط اللي ساعدت لامين على الظهور بالشكل ده، وردا على النقطة اللي ذكرها رد، هو ظروف النادي. لا، المعد البدني. ان المعد البدني ده ان يظهر مبكرا هي ظروف النادي ايضا. دي نقطه في ان هو يلعب او ما يلعبش بدري او كلام من ده، انما هو يمتلك الموهبه، ولكن نقطه ان هو يلعب الكم ده من المباريات ده راجع للاعداد البدني. نعم. معاه معد بدني عارف يتحكم في الريتم بتاعه ازاي، يتحكم في عدد المباريات، عدد الدقائق. لكن يخشى عليه رود من الاصابه مبكرا. انا عارف انا فاهم ان هو مش مازال غير مستعد بدنيا انه يلعب الكم ده من المباريات بالضغوط دي كلها، ولكن هي دي حاله عامه في فريق برشلونه الموسم ده، ودي نقطه من النقاط اللي مدياله تفوق، ان انت تلعب كبرشلونه بالريتم ده وبالاداء ده كل المباريات يا عبد العزيز بالقوه والشراسه دي. ده اعداد بدني ممتاز. هذا موسم استثنائي لان لعب الموسم الماضي بشكل مميز. طبعا. لعب اليورو في الصيف. ما انا بقول لك ده اعداد البدني، وايضا الان يلعب مباريات كبيره. وقيس على كده، شوف كل الفرق اللي لعبت برشلونه مستوياتها في خلال الموسم عامله ازاي، ومنهم ريال مدريد. نعم. اصابات كتير جدا، برشلونه اصابات قليله، مع انه لاعب مباريات كتير جدا، يعتبر من اكتر الفرق اللي لعبت مباريات السنه دي، الا ان اللعيبه واقفه على رجليها، اللعيبه بتعمل مجهود بدني كل مباراه اكتر من الفريق المنافس. لما تشوف عدد الكيلوات اللي الفريق بيجريها هتلاقيه بيجري اكتر. فدي نقطه فيها جانب مهم جدا، والراجل ده عنده خبرة في التعامل مع اللاعبين وخاصة صغار السن، وعندنا خبرات سابقة قبل كده. بدري واحد من اللعيبة في خلال المواسم اللي فاتت ما كانش بيقدر يكمل موسم عبد العزيز كامل، يصاب تقريبا كل شهر. ما شاء الله كل المباريات بيلعب وبيأدي كويس. نعم. اولمو واحد من اللاعبين اللي دايما قبل ما يجي برشلونة مصاب على طول، يلعب في لايبزيج يلعب مباراتين ويصاب اسبوعين ثلاثة قاعد بره الفريق. فشوف دلوقتي اللي هو يعني ممكن يغيب مرة مرتين. جيسوس يثير غضب لاعبي الهلال. تحدثت تقارير صحفية سعودية عن تداعيات إقصاء الهلال من الدور، حيث تحدثت تقارير صحفية سعودية عن تداعيات إقصاء الهلال من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وخسر الهلال بثلاثية مقابل هدف أمام أهلي جدة مساء الثلاثاء على ملعب الإنماء، ليودع الأزرق البطولة التي يعد بطلا تاريخيا لها. وذكرت الصحيفة الرياضية السعودية أنه عقب المباراة كانت هناك حالة استياء بين لاعبي الفريق من جراء الأسلوب الذي اعتمد عليه المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس. وقالت الصحيفة إن التكتيك الدفاعي لجيسوس سبب حالة من الاستياء بين اللاعبين، خاصة أنه لم يكن هو نفسه الذي اعتمد عليه
المدرب في التدريبات الأخيرة.